الضربة اللي تلاتها العالم الإسلامي عندها عنوانين: لورنس العرب اللي جاء سنة 1914 ووعد أولاد الشريف حسين بخلافة عربية. قال ليش أنتم تدافعون على العثمانيين؟ وقال العثمانيين قومية وأنتم العرب قومية، ولذا الخلافة عنكم أنتم. وسايت بيكو بعد سنة 1916 كان عندنا أستاذنا في العلوم السياسية اسمه برتراند دي جوفنال، قال كله خذاوا الشرق الأوسط كله بالمسطرة يسطروا. قال شوفوا الخط اللي ينزل ما بين السعودية والأردن، هو الأردن اسم نهر عمره ما كان اسم دولة. قال ينزل الخط مستقيم مستقيم وبعد يسوي هالشكل. قال تعرفون ليش؟ قلنا له ليش يا أستاذ؟ قال بيكو عطس. ونظرة لنا نظرة والله فيها كثير من الخزي للعرب. قال تتصوروا دول مرهونة في عطسة.